الاكثر حزنا ويجيب ضغط ويجيب سكر ويجيب كوليسترول. نادي الزمالك مغلوب 2-0 في الشوط الاول من نهضة بركان في المغرب. جونين في الشوط الاول، نتيجة ثقيلة جدا محزنة جدا. لو الشوط الثاني طبعا الزمالك كان هيجيب جون او اتنين وكالعاده ما دخلوش، ده لو الاهلي اللي بيلعب كان الجون هيدخل عادي جدا من اول كوره من اول حاجه، انما الزمالك حظه مايل دايما مش زي الاهلي. فمباراه صعبه، الاصعب هيكون المباراه اللي هتتلعب في القاهره بعد كده، لانه طبعا النتيجه لغايه دلوقتي ثقيله، ولو زادت في الشوط الثاني هتكاد تكون مستحيله. ما عندناش حظ الاهلي يا ولاد، يعني لو يقدروا يحافظوا على 2-0 دول ويرجعوا هنا جايز يعني بالدعاء وبالزق وبتاع نقدر نعمل حاجه، انما ما عندناش الحظ ده اللي هو في الدقيقه 99 يجي الاهلي يجيب جون فيكسب الماتش كان مغلوب 1-0 وبعدين يفاجئ جونين والى اخره، وكل هذه الاشياء اللي حضراتكم عارفينها. لو الماتش ده في الشوط الثاني لم يعني ينصلح الحال او يصمد الزمالك